كغيره لم يكن يسعى إلى العرش طمعا في السلطة، بل كان يسعى إلى العدل، نشر الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى. ومع مرور الأيام، ومع كل قضية كان يحكم فيها، وكل موقف يظهر فيه حكمته وعدله، بدأ الجميع يدرك أن سليمان هو الأجدر بالحكم بعد أبيه. لم يكن أمر اختيار الملك الجديد مجرد قرار بشري، بل كان أمراً إلهياً. فقد أوحى الله إلى نبيه داود عليه السلام أن سليمان هو من سيخلفه. وفي يوم عظيم وقف داود عليه السلام أمام بني إسرائيل وأعلن: أيها القوم، إن الله قد اصطفى ابني سليمان ليكون ملكاً من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوه. فرح المؤمنون الذين يعرفون حكمة سليمان وعدله، لكن كان هناك من حسده وعارضه من داخل